بتتعلم ألماني وكل ما تيجي تحفظ أي كلمة بعد يوم بالظبط بتنساها، أو أنت حافظ أكتر من 2000 كلمة وكل ما تيجي تتكلم بيهم بتنساهم كلهم خالص، يبقى أنت شايف المكان الصح. النهاردة بإذن الله هقولك على خطتي أنا الشخصية. لما أجي أحفظ أي كلمة كنت بحفظ بنفس الطريقة دي بالظبط. خليك معايا لحد الآخر. عارفين إن الفيديو من أهم الفيديوهات اللي أنت هتشوفها في حياتك كلها. ليه؟ لأنك أنت أصلا كل ما تيجي تحفظ أي كلمة لو أنت ما حفظتهاش صح للأسف هتنساها في وقت صغير جدا. تمام. فالنهارده ان شاء الله على الخطه بتاعتي الشخصيه في الحوار ده باذن الله. خليك معايا ويلا بينا. في البدايه خالص، هو احنا اصلا ليه بننسى؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم اول في البدايه اقول لك ان ازاي اصلا الذاكره عندنا بتشتغل. للاسف لو انت مثلا جيت حفظت اي كلمه من غير ولا سياق ولا اي حاجه خالص هتنساها في وقت صغير جدا. طب ليه؟ لان للاسف يعني دماغنا مش بيفهم كده. بيفهم لو انت مثلا الكلمه عايز تحفظها كويس جدا او الذاكره بتاعت المدى البعيد لازم تكون الكلمه في دماغك محفوظه بصوره او بسياق او بموقف معين. مثال، لو انت مثلا دلوقتي كلمه تش او دي تش عايز تحفظها في دماغك، لو انت حفظتها كده لوحدها اللي هي دي تش وخلاص من غير اي حاجه خالص بيوم بالكتير قوي معاك وهتنساها في ثواني. اما لو انت مثلا حفظتها او ربطتها بحدث او بصوره معينه في دماغك، او انت مثلا عندك في البيت جيت كده على الترابيزه اللي عندك وعملت كده ورقه وكتبت عليها دياتش وحطيت عليها كده حرفيا اتحفظت في دماغك عمرك ما هتنساها خالص، لان انت كل يوم بتشوفها عندك صوره منها فانت حافظها في دماغك بصوره معينه. فكده الدماغ بتشتغل. نفس الكلام برضو مثلا ممكن انك تحفظها ب يعني جمله معينه. يعني مثلا لو انت عايز الفعل بتاع لوفن، لو انت مثلا حفظت الفعل ده بتاع لوفن لوحده في دماغك من غير اي حاجه خالص هتنساه برضه في وقت صغير جدا. يعني مثلا لو انت جيت ربطته في دماغك بجمله معينه، مثلا ich laufe jeden Tag im Park. ich laufe jeden Tag im Park، يعني انا كل يوم بجري في الحديقه. فانت لو ربطت بقى الفعل في دماغك بنفس الطريقه دي بالظبط حرفيا هتحفظ الكلمه والجمله كلها كمان في دماغك في الذاكره البعيده، لان الدماغ زي ما قلت لك من شويه بيفهم بالطريقه دي. الدماغ بتاعنا بيفهم يعني انت مثلا او بيحفظ بالطريقه دي انك مثلا انك تربط الكلمه بحدث او بصوره او بموقف معين. طيب الحل بقى ايه؟ ركز معايا عشان ده حرفيا اهم جزء في الفيديو كله. رقم واحد، عشان دايما انك تحفظ الكلمة للمدى البعيد في دماغك او في الذاكرة بتاعت اللي هي المدى البعيد، دايما حاول تربط الجملة في دماغك او الكلمة بموقف او جملة معينة. مثال، يعني مثلا بدل ما تقول الفعل اللي هو بتاع aufstehen، بدل ما تحفظ فعل aufstehen كده لوحده حاول مثلا تحطه في جملة او في موقف حياتي معين. ازاي؟ بكل بساطة ممكن مثلا تقول ich stehe morgen um 5 Uhr auf. Ich stehe morgen um 5 Uhr auf. يعني انا بصحى الصبح الساعة 5. كده حرفيا انت دماغك او الذاكرة عندك ربطت الفعل ده بالموقف اللي هو بتاع الصحيان. فانت مثلا لما تيجي تقول انت عايز تصحى كل يوم الصبح الساعة 5، حرفيا هتيجي تتكلم او هتقول جملة على طول من غير ما تفكر خالص. وبرضو الكلمة او الفعل ثبت في دماغك للذاكرة اللي بتاعت المدى البعيد اللي انت عمرك ما هتنساها خالص، لان كده موقف حياتي فانت كل يوم هتستعمله. فحرفيا الكلمة بقت زي الحديد في دماغك او زي الصخر كده في دماغك. بص حرفيا عمرك ما هتنساها خالص. تاني خطوة، حاول تستعمل جداول لحفظ الكلمات. بمعنى مثلا عندك برنامج زي نوشن ممكن تعمل فيه كده جدول معين للكلمات وتقسمه مثلا كده لكذا جزء. خد بالك، يعني مثلا اول جزء مثلا هتخليه للكلمات، تاني جزء هتخليه مثلا للجملة، تالت جزء هتخليه للصورة. تمام. يعني انت مثلا كده دلوقتي كل ما تيجي تحفظ اي كلمه هتحفظها ككلمه لوحدها وكجمله، وبرضه مثلا لو عايز تحط كمان معناها ممكن تحط معناها برضه كمان في الجدول. واخر حاجه حط في الجدول ده حط فيه صوره معينه بتوصف الكلمه او بتوصف الفعل اللي انت عايز تحفظه. وبكده برضه عارف انت هتثبت الفعل في دماغك، ولما تيجي تراجع بعدين كل مره هترجع عليه وهتفتكر الكلمه بالظبط بالسياق بتاعها وبالصوره بتاعتها، فعارفين هتكون محفوره في دماغك لذاكره المدى البعيد برضه. تالت خطوة وهي حاجة اسمها التكرار المتباعد أو السبيس ريبيتيشن. ودي خطوة حرفيا مهمة جدا جدا جدا، وهي بقى إنك إزاي أصلا بتراجع الكلمات بصفة مستمرة. دايما حاول بعد ما تيجي تحفظ مثلا أي كلمة أو أي فعل بعد يوم راجعها، بعد يومين راجعها، أو بعد 3 أيام، وبعدين بعد أسبوع، وبعدين بعد شهر. يعني مثلا تاني مرة بعد يوم، مرة بعد 3 أيام، مرة بعد أسبوع، ومرة بعد شهر. تمام. بكده انت حفرت الكلمة جوه دماغك. يعني مثلا لما تيجي توصل لمدة الشهر مثلا كده انت حفرت الكلمة جوه دماغك. طب ليه؟ لانك بكل بساطة انت كل مرة مثلا بتيجي تراجع الكلمة بتراجع الكلمة ذات نفسها وبتراجع معناها بالدويتش او معناها باللغة اللي انت بتتعلم بيها. رقم التلاتة بتتعلم برضو الجملة اللي انت حفظتها. رقم اربعة بتشوف الصورة اللي انت حافظ معاها الكلمة. فانت حرفيا بتحفظ الكلمة او بتحفرها جوه دماغك. فزي ما قلت لك من شوية حاول تحفظ بيه برنامج مثلا زي نوشن او زي انكي. والخطوة رقم 4 وهي فعل الكلمة.
طب يعني ايه تفعل الكلمة؟ بص يا معلم، حاول دايما انك يعني ايه تستخدم الكلمة في كل حاجة في حياتك. بمعنى يعني مثلا اكتب بها جملة، او احكي بها موقف، او مثلا سجل فيديو نفسك وانت بتتكلم بالكلمة. افتح مثلا عندك الكاميرا وسجل لنفسك اي فيديو ولا اي حاجة وانت بتحكي موقف بالكلمة ديت مثلا. فباختصار، كل ما تحفظ او كل ما تتكلم او كل ما تستعمل الكلمة اكتر في كلامك، كل ما تثبت معاك اكتر في ذاكرة المدى البعيد في دماغك. طيب ايه بقى الاخطاء اللي انت لازم تتجنبها وانت بتحفظ الكلمات الجديدة؟ رقم واحد، دايما حاول ما تحفظش الكلمة من غير صوت. بمعنى انك لازم تحفظ او لازم تسمع الكلمة وانت بتحفظها من متحدث اصلي. عندك مثلا برنامج زي يوجليش، ممكن مثلا تخش عليه عادي جدا وتكتب فوق في السيرش الكلمة اللي انت عايز تحفظها. هيطلع لك بقى عارفين كام فيديو كده من متحدثين اصليين بينطقوا الكلمة، فحاول تسمعها منهم بالظبط وحاول تنطقها زيهم بالملي بالظبط. رقم اتنين، دايما ما تحفظش كلمات كتير جدا في نفس الجلسة. يعني مثلا لو كل ساعتين او كل 5 ساعات احفظ مثلا 5 كلمات، ده طبعا كافي جدا جدا. او حتى في اليوم احفظ 10 كلمات، ده برضو عدد كافي جدا جدا في اليوم عشان تكون مركز جدا وما تزهقش وانت بتحفظ. رقم 3، حاول ما تفهمش الكلمة كده بالترجمة الحرفية، لا، دايما حاول تفهمها من السياق. يعني مثلا اول ما تحفظ الكلمة حاول مثلا تبحث عن معناها بالألماني وبرضه افهم معناها في السياق بالظبط. طيب ملخص بقى سريع للكلام ده كله: رقم واحد، احفظ الكلمة في جملة. رقم اتنين، حاول دايما تحفظ او تحط صور وانت بتحفظ الكلمات. رقم تلاتة، راجع دايما بالتكرار المتباعد. رقم أربعة والأخيرة، حاول تستعمل الكلمة في حياتك دايما وفي المواقف اللي انت بتتكلم بيها باللغة. وبس كده يا صاحبي، ولو استفدت حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك أي فيديو جديد بإذن الله. ولو في حد صاحبك برضه بيتعلم ألماني حاول تبعته الفيديو عشان كلنا نستفاد. واخر حاجه باقيه معانا وهي النهارده فقره الكود. النهارده معانا الكود حرفيا جامد جدا جدا، انا بحبه قوي الصراحه، وهو: Eines Tages wirst du dir dafür danken, dass du nicht aufgegeben hast. Noch einmal. Eines Tages wirst du dir dafür danken, dass du nicht aufgegeben hast. ومعناه انك يوما ما سوف تشكر نفسك على عدم الاستسلام. فاستمر يا صاحبي وان شاء الله توصل باذن الله. اهم حاجه بس استمر وانت ماشي صح، ودايما فكر نفسك بالهدف بتاعك، انت ليه بتتعلم الماني والكلام ده كله. تمام؟ بس يا رب يكون استفدنا. bis zum nächsten Mal.